السكيت ده من اكتر السكيتات اللي كل ما اشوفها بتثير فضولي، خصوصا مع لون الفريم الاحمر الناري وشكل البوت المميز اللي شبيه باخوه الاف 4. وزي ما سمعتوا الاف 4 هو اخو السكيت ده اللي هو الفلاينج ايجل اف 4 بلس. وبعد تجربه دامت ل3 ايام بالسكيت في اماكن مختلفه وستايل لعب مختلف وفصصنا فيها كل جزئيه في السكيت، فهل فعلا الفلاينج ايجل اف 4 بلس يستاهل انك تفكر فيه لو كنت مبتدئ او حتى شخص متوسط؟ فده اللي احنا هنجاوب عليه في ريفيو النهارده. وقبل ما نبدا، السلام عليكم، اخباركم ايه؟ اخبار الدنيا معاكم؟ طمنونا عنكم. معاكم هشوم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن السكيت الفلاينج ايجل اف 4 بلس. وقبل ما نبدا صلوا على النبي. وحابب اشكر اوربن سكيت ستور اللي راعوا حلقه النهارده ووفروا لنا السكيت الفلاينج ايجل عشان نعمل لكم الريفيو عنه. سريعا، اوربن سكيت ستور هو ستور متخصص لبيع المنتجات الخاصه بفلاينج ايجل، ومتخصصه في بيع المنتجات واكسسوارات وكمان قطع الغيار للسكيت. عندهم منتجات متنوعه وموديلات مختلفه وحتى قطع غيار كتيره جدا وشبه متكامله في رياضه السكيت. وعلى سبيل المثال عندهم السكيت الفلاينج ايجل اف 4 بلس المتخصص للعب الاوربن فري ستايل ولعب الكروزنج. البيجل السكيت ده بهارد بوت مصنوع من البلاستيك المتين وفي فتحات من قدام وورا بحيث انها تهوي رجلك وقت اللعب، وهتلاقي على الجنب حامي للبوت بتاعك من الخرابيش قابل انك تغيره وتشيله، وهتلاقي الشاك ابسورفر اللي بيساعد انك بعد ما تعمل الجامب يريح جسمك ويمتص الصدمه من عمودك الفقري ويريحه. التصميم هتلاقيه كلاسيكي جدا شبيه جدا بالاف 4، عليه بعض التاتشات زي علامه الريفن المعروف بيها السكيت اف 4 بلس ريفن. هتلاقيه بيجي باللون الاسود اللي شركه فلاينج ايجل بتسميه بلاك فاير، وعندهم اللون الثاني اسمه ذا ساند. وهتلاقي السكيت بينزل لك ب10 مقاسات من 36 لحد 46، فده بيديك تنوع كبير جدا في المقاسات اللي تختارها، ولكن من توفر من دوله لدوله هتلاقي ان هو الوكيل بتاعك بيجيب حاجه مختلفه، فتاكد برضو من الوكيل. على سبيل المثال عندنا في مصر ما ينزلش الا من 41 ل 46 او حتى 45 واللون الاسود بس. وهتلاقي من فوق فتحات الاربطه اللي فيهم نوعين بيساعدوك ان هو الرباط يتشد بشكل سلس وقوي، ودي فكره هندسيه بصراحه فادتني جدا وقت البريك، وقت الصلاه، وقت ما بعلق على السكيت وبلبسه بيسرع العمليه بشكل كبير جدا. وبصراحه ما كنتش واخد بالي منها، ولما عرفت المعلومه ديت وركزت عليها لا هي فعلا رهيبه، وده اللي هنتكلم فيه في التفاصيل اكتر في تجربه السكيت قدام شويه. نطلع فوق شويه وهتلاقي عندك الاسترابات، وهنتكلم عن الاستراب ال 45 درجه. هتلاقي ان الباكل بتاعت ال 45 درجه هتلاقيها من الالومنيوم. معنى انها بالالومنيوم معناها عمر افتراضي اطول. وفي ميزه حلوه انا شخصيا بحبها، ان عندك الاسترابات كلها بتفك يا جماعه، يعني دي بقت ميزه. وعندك الاستراب والباكل بتاعت الكف هتلاقيها من البلاستيك، وبصراحه لاحظت حاجه حلوه جدا فيها، انك هتلاقي نتوءات من البلاستيك حوالين الباكل بحيث ان هو يحافظ على الكف بتاعك ان هو ما يتخربش او يتكسر. فدي حاجه بصراحه تاتش بسيطه جدا وحلوه جدا من الفلاينج ايجل. وحاجه ممكن تعتبر بسيطه ولكن مهمه جدا لاحظتها، ان السربات عندنا مش طويله بزياده. يعني لاحظت ان في اكتر من شركه بتحط لك السربات طويله جدا، اما فلاينج ايجل حطها لك بالظبط. بما اتكلمنا على الكف، احنا عندنا في الكف مسمارين تقدر تفك بيها الكف بتاعك، الكف اللي قابل ان هو يروح لقدام ويرجع لورا بحيث ان هو يديك سلاسه وتحكم عالي جدا وقت اللعب. ونوع الكف اللي عندنا هو هاي كف، يعني الكف بتاعك بيكون فوق الانكل بمستوى عالي بحيث ان هو يمسك رجلك بشكل قوي. دي بتفرق من شخص لشخص، وخصوصا هو متعود على ايه في اللعب. وعندك في الكف تحت الاستراب هتلاقي ان عندك قطع او شرايط تقدر ان انت تقصها لو انت الكف عندك واسع وتيجي بتقصره او بتضيقه بشكل كبير، فده تقص القطع ديت عشان مش ضايقك وقت الفك والتركيب للاستراب. سيبنا بقى من البوت والليله دي كلها ونخش بقى على اعماق الراحه والمسؤول عن راحه رجلنا والكنترول العالي في السكيت، وهو اللاينر. اللاينر المستخدم هنا اللاينر اسمه الترا كومفورت لاينر، ومن اسمه اعلى برفورمانس واعلى راحه، وده احنا بنشوفه في التكنولوجي الموجوده في اللاينر ده. التكنولوجيا المستخدمه في السكيت ده هو لو فاليوم. يعني ايه يا هشام الكلام ده؟ فكره اللو فاليوم هو تكنولوجي بتخلي اللاينر بتاعك مش سميك. طب للوهله الاولى هتقول لي يا هشام اللاينر مش سميك معناها هحس بالبوت، معناها ان انا رجلي هتوجعني، وده بصراحه انا توقعته في الاول. ولكن اللو فاليوم دي تكنولوجي بتستخدم علشان تخلي اللاينر مش سميكه عندك، مش تحس انك تحط رجلك في مخده، فده بيقلل الحجم والوزن بتاع اللاينر بحيث ان هو يديك الكنترول الكامل ويخلي المسافه ما بين رجلك وما بين البوز ذات نفسه قليله، فده بيترجم عندك ديلي قليل ووزن قليل زي ما قلنا، وفي نفس الوقت بيحافظ على راحه بشكل نسبي كويسه جدا. يعني ايه؟ يعني اللاينر خفيف ومريح، يعني دنيته تمام. هتلاقي عندك خفه، هتلاقي عندك كنترول كويس، هتلاقي ان السكيت ماسك في رجلك كويس خصوصا لما ياخد شكل رجلك،
وهتلاقي ان مستخدم فيه مواد بتساعد على راحه رجلك، على سبيل المثال ماده النيوبرين، وحتى هتلاقي القماش المستخدم في اللاينر هو قماش الليكرا. من قدام هتلاقي عندك السكيت ناعم، والماده المستخدمه لصوابعك هتلاقيها ناعمه وخفيفه بحيث ان هو ما يجرحش رجلك او يجرح صوابعك. اللاينر هتلاقي فيه فتحات تهويه بحيث ان هي تهوي رجلك وقت اللعب وخصوصا لساعات طويله. ومن جوه اللاينر هتلاقي عندك فرشه بحيث انها تدعم عندك الراحه وكمان الثبات. نسيبنا بقى من الجزء العلوي بتاع السكيت وننزل تحت شويه على الجزء اللي مسؤول عن التلامس ما بين السكيت وما بين الارض، وهي الويلز. الويلز عندنا يا جماعه ويلز من نوع سوبر هاي ريباوند، وده اللي بيخلي قوه الارتداد بتاع الويلز عاليه جدا، اللي بيساعدك في الكروزات حتى في الجمبات. وفي نفس الوقت الجزء الخارجي بتاع الويلز ناعم لدرجه انك تقدر تعمل عليه سلايد بشكل كويس. ودي التكنولوجيا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي بتخلي الويلز من بره صلبه ومن جوه طريه لحد ما. والماده المستخدمه في الويلز ديت اللي هي الايثولين، واللي بتيجي الويلز عندنا بمقاس 80 مللي وبصلابه 85. والويلز عندنا بتيجي بالراديوس بروفايل اللي بتخلي الانحناء بتاع الويلز بشكل مكور كده. والويلز عندنا متثبته في الفريم بمسامير من الالومنيوم الصلبه جدا والهاي كواليتي، واللي مسؤول عن حركه الويلز ديت هي بيرنج من نوع الكروم بيرنج اللي بتيجي بإيبك 7. ونيجي بقى لكبير الليله دي كلها واللي مسؤول عن جمال السكيت وسحر السكيت ده، وهو الفريم اللي بيجي عندنا يا جماعه باللون الاحمر الجذاب جدا اللي بيخلي التصميم بتاعه انيق وعصري جدا. الفريم دوت من الالومنيوم الصلب جدا اللي معمول من CNC نوع اسمه 6000. مش عارف ده ممكن نستفاد منه ايه، ولكن يعني معلومه برضو ممكن نستفاد منها، ولكن هو صلب جدا. الفريم ده هو تقدر تفكه من البوت وتركبه وتعدل عليه باستخدام 2 بوينت للمسامير اللي تقدر تفكهم وتركبهم وتعدل عليهم. الفريم ده هو بيكون فلات، معنى كده ان الويلز عندك كلها لامسه الارض. بعد ما شفنا مواصفات السكيت دهوت على الورق، خلونا بقى نشوف تجربتي الشخصيه مع السكيت في اول 10 دقايق. طيب بشكل مبدئي يا جماعه بعد تجربه ما يقارب ال10 دقايق مع السكيت، وبامانه التجربه ايجابيه جدا. السكيت حاسس ان هو مريح، بعيدا ان انا حاسس ان الكف بتاعنا هاي كف، تحس ان هو انا راكب سكيت اجريسيف. والحاجه انا مستغربها واللي ازاي فاتت من الفلاينج ايجل ان عندك اللاينر حجمه اصغر من البوت، ودي بامانه انا مستغربها جدا ومتضايق منها شويه، خصوصا ان البوت بتاعنا كبير وانا بتضايق ان انا الاقي البوت بتاعي اكبر من حجم رجلي، بحس ان هو بيزودني خصوصا في الكروسات بتاعتنا. بس اوفر اول بامانه حاسس ان السكيت لطيف، خصوصا ان هو خفيف مش تقيل ولا رخم. هنكمل بالتجربه بتاعتنا وان شاء الله يا رب نكمل ال8 ساعات بالسكيت بحيث ان احنا نطلع لكم ريفيو شامل وكامل باذن الله. وتجربتنا ما وقفتش لحد هنا، كملنا نجرب السكيت دهوت لمده زادت عن اكتر من 8 ساعات لمده 3 ايام مختلفه، اماكن مختلفه، ستايل لعب مختلف، جربنا فيه كل حاجه في السكيت بحيث ان احنا نطلع لكم بريفيو كامل ومفصل عن السكيت. في حاجه انا نسينا احنا نعملها وحاجه مهمه جدا 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 لو تفتكروا عملناها في الريفيو بتاع البيكي بي، ان احنا نفك المسامير بتاعه الويز عشان ما يحصلش ان الويز ما نقدرش ان احنا نفكها في المستقبل. ففي حاجه بتبقى نازله من شركه فلاينج ايجل اسمها البيد لوك، ان شايفين اللوك ده، اللوك ده بقى اسمه البيد لوك. ده لو احنا سيبناه وصدمنا السكيت ولما جينا نفك الويز بتاعته هتلاقي ان احنا مش عارفين نفكه، فلازم تحافظ على الحاجه ديت قبل ما تيجي تلبس السكيت بتاعك اول ما تجيبه عشان تحافظ على السكيت بتاعك بشكل عام. فاحنا كده عملناها وخلينا يلا نكمل التجربه. نخش بقى بقلب جامد على التجربه الشخصيه مع السكيت ده، ونبدا باول نقطه واهم نقطه بالنسبه لي وهي الروح، واللي كانت في الايام الاولانيه ما كانتش افضل حاجه. كنا بالاول كده بنتعرف مع السكيت كده والدنيا يعني مش ألذ حاجه بصراحه، وحسيت ان الموضوع تقيل شويه على قلبي، خصوصا ان انا ما اتعودش على البروفايل بتاع السكيت. فمن ناحيه الكنترول من ناحيه الراحه ما كنتش حاسس ان الموضوع الطف حاجه في السكيت دهوت. ولكن في اليوم الثالث عملت حاجه خلت تجربة السكيت راحت لمرحلة مختلفة معايا، من بعد ما انا اتعودت على البروفايل بتاع السكيت، ومن بعد ما كمان رجلي خدت على السكيت والسكيت خد شكل رجلي، فالموضوع بقى افضل. عملت ايه يا شيخ؟ اوكي طيب يا جماعة، في حاجة انا عايز اجرب اعملها، خليني اوريكم. ده اللاينر بتاع السكيت، اوكي مش عارف هو ظاهر معاكم ولا لا، ولكن هو فيه
فتحات للرباط بتاعه، بيحسن ان انا اعمل ربط ما بين البوت ذات نفسه واللاينر في الرباط، فبيخلي ان الرجل ممسوكه اكتر يعني في السكيت او في اللاينر بتاعي والسكيت، وبديني كنترول اعلى. فانا هجرب، لان انا عندي مشكله في حته الكنترول لدرجه ان انا لبست شرابين وتقال، بحيث ان انا اعرف ان انا الكنترول بشكل عالي على السكيت. تمام، وهشوف التجربه هتبقى عامله ايه، بحيث ان احنا نكون جربنا كل حاجه في السكيت، خدنا فكره عنه بشكل اقوى. يعني بصوا زي ما انتم شايفين الرباط اهوت يعتبر هنا اخره في الجزء ده، معلش انا مش عارف اصور قوي، ده الجزء ده الاخر بتاعه، فكملت ان انا اربطه من اللاينر. فاهمين؟ الجزئيه ديت موجوده. تمام، فدي اضافه لذيذه بصراحه اكتشفتها يعني امبارح، فقلت اطبقها النهارده بحيث ان احنا نجرب التجربه بشكل كامل، فنشوف لو هدينا كنترول اعلى هيبقى الموضوع جدا رهيب. ومن الحاجات اللي صراحه اللي لاحظتها ان الاستراب بتاع الكف مش طويل، يعني مش رخم معاك، ان هو في سكيتات بتبقى طويله ومش عاملين حسابهم ان هو هيطلع لورا، فعاملينه بطول مناسب جدا، يعني يوم ما تقفله هيكون بالشكل ده من ورا البوت طبعا، بحيث ان هو مش ياثر عليك او حتى يتكسر او حتى يوقعك. فالجزئيه ديت بصراحه اتاذيت منها، يعني ممكن اتعورت حتى منها اكتر من مره. والاستراب بتاعي ال 45 نفس الحكايه، مش طويل اوفر، فجدا رهيب بصراحه. فدي بصراحه بعد ما عملتها الموضوع فرق معايا. انا شخصيا في السكيت بتاعي الشخص ما عملش الحركه ديت، جربتها كانتش افضل حاجه، ولكن هنا الموضوع اختلف بشكل كبير. والحاجه الثانيه اللي انا جربتها ان انا لبست شرابين وتقال وطوال، فده فرق معايا بشكل كبير جدا في الجزئين اللي انا جربتهم، فرقوا معايا وخدوا التجربه في حته تانية خالص. فبعد تجربتي في اليوم الثالث بعد تمرينه دامت 5 ساعات، اقدر اقول ان هو السكيت بقيت حاسس ان هو ده السكيت بتاعي، ولفت عليه، حاسس ان انا عارف اتمرن عليه، عارف ان انا اتعلم حركات جديده عليه، وحاسس ان هو البروفايل بتاعه مدعمني اكتر في اللعب، مريحني اكتر في اللعب. ده اللي بصراحه ما حسيتوش في اول يومين، وكان بعيدا كل البعد عن اول يومين، ولكن في اليوم الثالث الموضوع اختلف بصراحه، وانا متفاجئ جدا من الحته دي. من ناحيه التنفس بتاع السكيت بصراحه حاسس ان انا رجلي مش مخنوقه، حاسس ان هو مرتاحه جدا، وبعد فتره طويله زي ما انا قلت لكم 5 ساعات واروح بيه البيت، لا انا رجلي ستيل لسه مرتاحه. وفي حاجه انا مستغربها جدا، وبصراحه يعني كان عندي فضول ان انا اتواصل مع فلاينج ايجل بشكل شخصي، اعرف منهم هما ليه عاملينها كده، وهو ان اللاينر اقصر من البوت. يعني الموضوع تحس ان هو غريب، ولكن في سكيتات كتير معموله الفكره ديت، وانا بصراحه مش فاهم معموله ليه. فانا بصراحه اعتقد والله اعلم، ولو اتاكدت برضه اعرفكم في كومنت تحت، ان الحركه دي معموله لو رجلك اطول من المعتاد، فاللاينر بيريح معاك لحد ما يوصل لمرحله معينه، فبيديك مجال ان هو اللاينر يريح معاك، خصوصا ان الجزء الامامي بتاع اللاينر مستخدمين فيه نوع زي ماده عامله زي المطاط، فممكن ده يريح معاك ويمد معاك شويه، فالبوت يديك براح للحاجه زي كده. ولكن الموضوع كان في البدايه عندي كان رخم شويه، ولكن بعد ما اتعودت عليه اصبح الموضوع لذيذ جدا، بل حتى ما بقتش حاسس بيها خالص. جوده التصنيع بتاع السكيت ده بصراحه جوده التصنيع كانت كويسه جدا، خصوصا مع الفريم المحمل بشكل كويس، وعندك البوت بامانه حسيت ان البوت مع الجمبات العاليه واللاند اللي بصحيح 100% هتلاقي ان البوت من قدام تحس ان هو هيتكسر، تحس انك ضغطت على حته ضعيفه شويه، ما كانتش احترافيه. حسيت ان هو البوت رخيص من قدام، خصوصا من الجزء السفلي. تيجي نتكلم عن البيرنج، بصراحه البيرنج يا جماعه سلسة وجميلة وحلوة خالص. يعني انا تمنيت انا عارف ان هو السكيت في البداية بيكون كده وده الطبيعي بتاعه، ولكن تمنيت السكيت دوت والبيرنج دي تكمل على الريتم ده. بصراحة انا انبسطت بيها جدا، وخصوصا في الكروزات بجد جامدة جدا. وفكرة ان البيرنج عندك تكون ايبك 7، لا اللي هي سريعة جدا ولا اللي هي البطيئة جدا، بتديك توازن حلو في الفري ستايل وحتى في الكروز. نيجي بقى نتكلم على الفريم اللي انا قلت لكم ان هو محمل وكويس جدا وصلب جدا، وصلابته ديت مخليه الوزن بتاعه عالي، فتلاقي ان اغلب وزن السكيت في الجزء السفلي. فدي من تجربتي، عشان السكيت بتاعي الجزء السفلي هو برضو نفس الفكره، البوت خفيف والويلز والفريم تقال، فاغلب الوزن تحت. وبصراحه اول ما لبست السكيت ما حسيتش بيها ابدا. ولكن انت لو جيت من السكيت اخف منه او اقل منه، على سبيل المثال البي كي بي او الاكس 3، هتلاقي ان السكيت البروفايل بتاعه غريب، هتلاقي ان عندك الوزن كله في الارض او في الفريم او الجزء السفلي بتاع السكيت، فالموضوع ممكن يحسسك ان هو الموضوع غريب شويه، ولكن هي مساله تعود. بس خلي برضو يكون في بالك الجزئيه دي. والفريم يا جماعه بصراحه يعني تمنيت ان هو يكون روكر، تمنيت يعني اللي هو يكون الويلز اللي تحت او يكون الفريم جاي بشكل منحني شويه، بحيث ان هو يدعمني او على الاقل يديني طعم من لعب الويزرد. ولكن شركه فلاينج ايجل احتكرت الخاصيه ديت والحاجه ديت في السكيت
الامكانيات بتاعتها الاعلى. وفي نقطه انا عايز انوه عنها مهمه جدا وفيها اختلاف كبير جدا ما بينها وما بين السكيتات الاعلى من فلاينج ايجلز على سبيل المثال الاف 6 والاف 5، ان الفريم ده ما يقدرش ان هو يقلب السلالوم، يعني المسمار اللي هو بيقلب السلالوم ده هو مش موجود، ودي نقطه فيها خلاف. وانا شخصيا من وجهه نظري ان دي ايجابيه. ليه يا هشام ايجابيه؟ لان المسمار دوت لو باظ معاك، وده احتماليه ان هو يبوظ عاليه جدا، ولو باظ صعب انك تلاقي زيه او بديل منه، فده بيدي السكيت دهوت اعتماديه عاليه خصوصا مع فريم قوي جدا، وخصوصا المسامير الموجوده فيه لو باظت او حصل لها اي مشكله هتلاقيها في اي حته. الاسترابات بصراحه يا جماعه، الاسترابات بتاعت فلاينج ايجل انا عندي فيها تحفظ من ناحيه تحديدا الاستراب بتاع ال 45 درجه. الاستراب ال 45 درجه يا جماعه ضعيف، ومع التجربه وانا بصراحه شخص غشيم جدا مع الاسترابات ديت، وبحب ان انا اربط الاستراب لحد ما اجيب اخره، وبامانه ما استحملش، يعني في سنون اتكسرت معايا، فما بقيت ان انا بخاف ان انا اشد الاستراب لحد اخره، وحتى كنت بسيب شويه ما بشدوش لاخر حاجه، وبعتمد على الرباط في شد بتاع البوت. خلي بالك من الجزئيه ديت خصوصا في الاسترابات والباكلز كمان، على اني ما واجهتش مشكله مع الباكلز، والاستراب العلوي بتاع الكف برده ما واجهتش معاه هو والكف، ولكن الاستراب بتاع ال 45 درجه اللي هو الاستراب اللي تحت خلي بالك منه عشان هو طري شويه. نيجي بقى نتكلم عن الويلز وتجربتي الشخصيه مع الويلز. الويلز اللي كانت عندنا من نوع السوبر هاي ريباوند مخلي تجربة السكيت مع الكروز مريحة بشكل كبير جدا، مع الميكس بتاع اللاينر والراحة بتاعته مخلي تجربة الكروز في مرحلة تانية خالص، خصوصا مع الاسفلت والاراضي الناعمة. كده الاراضي الناعمة مش هتحس بيها وتنبسط، ولكن يعني راحة فوق الراحة، وخصوصا الويلز ديت بتخلي ان البوش بتاعتك اقوى بشكل فيزيائي وتفاصيل كتيرة مش حابب ان انا ادخلكم فيها، ممكن نتكلم في حلقة مختلفة عن الموضوع دهوت، فاكتبوا لي في الكومنتات لو حابين تعرفوا اكتر عن التكنولوجي ديت عشان وراها قصه طويله قوي. ومن ناحيه الجمبات بصراحه عشان زي ما احنا اتكلمنا ان الويلز عندنا طريه، فبتساعد بشكل كبير جدا في اللاند عندك، وكمان عندك السلايدات في الويلز ديت خصوصا ان هي قاسيه من الاطراف بتاعه السكيت، الاطراف الخارجيه، فاللي بيلمس الارض ده جزء ناعم ولكن من جوه هي طريه، فيعني تحس ان هو كاوتش بتاع عربيه. فكانت تجربه مع السلايدات ممتعه وجميله، وممكن تديك شويه تاتش ديك فاهم شعور كده انك بتلعب ويزر. ومن ناحيه الاهتزاز والصوت بصراحه السكيت سايلنت، سكيت ما تسمعلوش اي صوت خصوصا مع التقفيل الكويس والويز بس مفيش صوت. نيجي بقى نتكلم عن الشكل والتصميم بتاع السكيت. بصراحه الشكل والتصميم عندي معاه تحفظات، خصوصا ان البوت عندك شبه جدا اللي فلاينج ايجل اف 4 اخوه الاقدم، فكان التوقع انا شخصيا من قبل ما البس السكيت او حتى بعد ما لبست السكيت كنت متوقع ان البوت هو ولكن مجرد ان هم غيروا الويلز وغيروا الفريم. ولكن النهارده بعد ما جربت السكيت اكتشفت ان هم مختلفين حتى في اللاينر. فالفكره او المشكله ديت بدات ان هم ما طوروش في البوت او طوروا حتى في التصميم بتاع البوت بشكل كبير، بل هم اكتفوا ان هم يغيروا شويه في التصميم بتاع الاستيكرات والشكل الخارجي بتاع السكيت من ناحيه الرسومات ديت، فده خلى ان هو في لبس كبير جدا ما بين السكيتين. وبصراحه لو انت قدامك انك تشتري اللون الابيض دوس. بصراحه انا شخصيا كان نفسي ان انا اجرب اللون الابيض، احلى بكتير جدا من اللون الاسود، خصوصا الاسود مع الخرابيش بيتبان عليه قوي، اما الابيض شكله جذاب جدا ومميز. نيجي نتكلم عن الكف زي ما احنا قلنا يا جماعه، الهاي كف بتاعنا لو انت جاي من سكيت هارد بوت مش هتحس ان في فرق، ولكن لو انت جاي من سكيت لو بروفايل او لو كف هتحس ان الموضوع بالنسبه لك يعني هتحتاج ان تتعود عليه، هتحس ان الموضوع رخم، تاني مره شويه، تالت مره بدات ان انا الموضوع لذيذ، بعد كده الدنيا تبقى تمام. خصوصا السكيت اللي انا جاي من قبليه هو الاتش سي اف والسكيت الخاص بيا. اما لو انت جاي مثلا من كوجر او حتى جاي من الاكس 3 او حتى جاي من البيكي بي، فده الموضوع هيكون بالنسبه لك مش محسوس خالص. وفي معلومه يا جماعه مهمه جدا جدا، ودي مشكله حقيقيه اخاطب بيها شركه فلاينج ايجل، مسامير الكف بتتفك. يا جماعه انا في حاجه انا لاحظتها دلوقتي، ان المسمار بتاع الكف هو مفكوك خالص، مفكوك يعني، فدي حاجه او مشكله من شركه فلاينج ايجل في التصنيع بتاعت المسامير بتاعت الكف، انك بتحتاج دايما انك تربطها بشكل كويس وبشكل مستمر عشان ما تقعش منك، ودي بصراحه بتبقى مشكله بسمعها كتير جدا ان المسمار ده بيتفك، فخلي بالكم برضه. معرفش حقيقي المشكله فين بالظبط، هل هي المشكله
ان تصميم الكف ذات نفسه بيخلي ان المسمار مع كل حركة بيفك، ولا المادة الصمغية اللي بتمسك المسمار بتاع الكف مش افضل حاجة؟ معرفش حقيقي، ولكن دي مشكلة حقيقية وبسمعها كتير، وكل سكيت تقريبا فلاينج ايجل بشوفه فيه المشكلة دي. فتحل المشكلة دي ازاي؟ بصراحة لحد دلوقتي ما توصلتش ان انا احل المشكلة دي ازاي. ممكن تجرب انك تحط لزقة او ستيكر على المسمار بتاع الكف بحيث ان المسمار لما يفك ما يقعش على الارض ويضيع منك، لحد ما نوصل لفكرة ممكن تخلي او تحل المشكلة ديت، او شركة فلاينج ايجل تعرف بالمشكلة ديت وتحلها. طيب السكيت دوت مع السلايدات المختلفة، جربت السكيت دوت في الجمبات والسلايدات وحتى شوية في لعب الويزرد، وبصراحة ما واجهتش فيه اي مشكلة، وبالعكس ساعدني جدا وحبيت، حتى خصوصا في الشوك ابسورفر بتاعه والويلز بتاعته بتساعدني في اللاند في الجمبات. والسكيت حتى البروفايل بتاعه لذيذ جدا، وتوزيع الوزن بعد ما اتعودت عليه حاسس ان هو اقوى جدا من الايفو، خصوصا ان هو فور ويل. ومن ناحية السلايدات زي ما انا قلت لكم استمتعت في الويلز بتاعته انها بتزحلق، وكمان معايا طرية فكانت لذيذة جدا، وحتى برضو في الكروزات كان من افضل التجارب اللي جربتها. ومن ناحية الويزرد زي ما قلت لكم الويلز ممكن تديك ريحة الويزرد كده شوية، لا الفريم روكرد ولا اي حاجة، ولكن ممكن تبدأ تتدرب عليه شوية وحبة حبة لحد ما تجيب الفريم الويزرد وتركبه على نفس السكيت بتاعك، بما ان الفريم عندك بيتفك. فتحافظ على الاستثمار بتاعك او القيمة اللي بتحطها في السكيت ده، خصوصا ان سعره يعتبر حاجة متوسطة، فتحافظ على الفلوس بتاعتك تجيب فريم وتركبه على السكيت ده، هتكون تجربة كويسة جدا. نيجي بقى على سعر السكيت ده. قيمة السكيت دهوت حاليا في مصر 3900 جنيه وقت تصوير حلقة النهاردة، وهو محطوط السكيت دهوت في الفئة المتوسطة او حتى فئة المبتدئين اللي حابين يخشوا مجال السكيت ببادجت عالية شوية، او حتى شخص معاه سكيت اقل منه كوجر او حتى البيكي بي او حتى الاكس 3 وحابب ان هو يعلي السكيت ده. بصراحة مع اللاينر القوي مع الفريم الكويس بصراحة بتحط فلوسك في حاجة محترم، هتساعدك جدا في التمرين، هتساعدك جدا في اللعب، وهتنبسط بيها جدا. نيجي بقى لايجابيات وسلبيات السكيت ده. من ايجابيات السكيت ده هو بصراحه الكروز كانت من اقوى النقاط في السكيت ده، ان هو مريح في الكروز، والنقطه دي ذكرتها اكتر من 3 مرات في الفيديو ده، لان فعلا هي نقطه فعلا حسيت بيها بشكل قوي. وتاني مميزه في السكيت ده ان هو اعتمادي، مش في مسمار زياده او في حتى مميزات كتير ممكن تبوظ معاك. على سبيل المثال المسمار اللي بيقلب السكيت عندك للسلالوم اللي ممكن يبوظ بشكل سريع جدا، وبرضه ما تقدرش انك تغيره بسهوله. فده سكيت تاخده تلعب بيه وتاخد بالك من النقاط اللي انا قلت لك عليها وتنبسط والدنيا تمام زي الفل. والحاجه الثالثه اللي ركزت فيه فلاينج ايجل زي ما انا قلت لكم واستثمرت فيه كل الدراسات بتاعتها في السكيت، اللي هو فريم قوي جدا وكويس جدا. حتى ممكن البوت ده تشيله تحطه على جنب كده وتستخدم الفريم يكمل معاك السكيتين 3 كمان، ودي حاجه حلوه بصراحه. تيجي لسلبيات السكيت، وبصراحه الاستراب بتاع ال 45 درجه محتاج ان هو يعني يصرفوا عليه شويه، ولو استثمروا في الاسترابات كلها يعني تبقى حاجه حلوه وافضل. والحاجه التانية لو هم استثمروا في الكف او حلوا مشكله الكف تحديدا، ودي حاجه بصراحه مهمه جدا جدا جدا، يعني ممكن تكون اهم حتى من الاسترابات. طيب هل انصح بالسكيت ده؟ بصراحه انصح بالسكيت ده هوت، وبامانه انا مقيمه تقييم عالي جدا 9 من 10. ليه عشان مديله التقييم ده؟ يعني لو خدت السلبيات اللي انا قلت لك عليها في الحلقه وحاولت انك تتفاداها من ناحيه الاستراب ومن ناحيه الكف او مسمار الكف، هتلاقي انك معاك سكيت محترم جدا بيلامس عندك الفئه العليا من السكيتات. طيب السكيت ده هو مناسب لمين؟ السكيت ده هو مناسب لفئتين. شخص عايز يبدا مجال السكيت ببادجت عاليه شويه او متوسطه، فده سكيت مناسب. او شخص حابب ان هو يعمل ابجريد للسكيت بتاعه بياخده من سوفت بوت او حتى من السكيتات اللي هي الهارد بوت الابتدائيه، فده يعتبر بالنسبه له تطور حلو جدا. طيب هل في منافس للسكيت دوت ممكن افكر فيه؟ بصراحه صعب انك تلاقي منافس للسكيت دوت، او ممكن يكون حتى ما فيش سكيت منافس غير اخوه القديم اللي انا بقول لك من دلوقتي ما تفكرش فيه نهائيا، الاف 4. الاف 4 بلس هو البديل والافضل، حتى يكون مثلا الفرق ما بينهم قيمه قليله جدا، ولكن بصراحة تستحق وبقوة انك تحط فلوس زيادة في السكيت زي دهوت، خصوصا ممكن يكون الفرق ما بينهم 100 جنيه او اقل. وبس الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى 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 ان المجهود دهوت لو عجبك حط لايك وسبسكرايب وانشر الفيديو دهوت لاي حد مهتم برياضة السكيت او حتى مهتم ان هو يعرف عن السكيت دهوت ويعرف عن السكيت بشكل اكبر وبشكل تفصيلي وحلو جدا يستفاد منه. وبرضه لو عندك اي تعليق ايجابي او حتى سلبي او حتى حابب انك ترشح لنا سكيت نجربه في الحلقة الجاية، اكتبه لنا في الكومنتات.
وبس هنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى انكم استمتعتم. انا تعبت جدا في الفيديو ده، وامانه انا مبسوط ان احنا وصلنا الى هذه النقطه. وسبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معاكم هشوم، في امان الله كريم. السلام عليكم.